يلا يا فتحي امشي خد عبد الله وامشي. جمهور النادي الاهلي يوما ما كان ده هتافه لعبد الله السعيد لما حب يتأرجز على الاهلي بلغة اكرم توفيق. وهقول لك على حاجة تاني، النادي الاهلي عرضه للبيع على البيدج الرسمية، ما استناش لما اللاعب هو اللي النهاردة جاي بيقول للنادي اللي هو فيه انا عايز اتباع. احكي لك القصه كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشني جدا جدا جدا. اكلمكم النهارده عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللاعب اللي كان في الاهلي وراح مضى للزمالك من ورا الاهلي وخد فيها 40 مليون جنيه. بعد كده هو النادي الاهلي حب يرجعه تاني، الجمهور زام عليهم وقال لهم الراجل ده ما يرجعش، وفعلا الإدارة ما خيبتش ظن الجمهور فيها وعرضته للبيع على البيدج الرسمية قدام الجميع. فاهم؟ بعدها على طول الدنيا لفت ودارت، وراح بيراميدز وراح السعودية وها وراح الزمالك. بعد ما راح الزمالك معرفش بقاله موسمين باين، الموسمين كلهم ما عملش ارقام كويسه. فاهم؟ هما بيقولوا عليه ان هما احيوه وبتاع ومش عارف ايه وخد كل الدعم منهم. فاهم؟ واحيوه. فاهم؟ وعبد الله السعيد ابن النادي يا جدع بن شرقي لما كان بيمسك الازازه يقوم حادفها في الارض يقول لك ده بيتنك على النادي وبيتامر عليه ومش همه حد. عبد الله السعيد لما كان يعمل لك ده الكابتن، ده براحته، ده براحته. فاهم؟ اديني بالجزمه، فاهم؟ براحته. فاهم؟ اخوات الزملكاويه ما يزعلوش مني، ده اللي كان بيحصل وانت كنت بتقول كده. انت لو كنت بتقول كده كنت تقول لي ايه؟ الجمهور بتاع الزمالك كان يقعد يقول ايه؟ عبد الله السعيد فاهم براحته يا باشا، ده الكابتن، فاهم؟ يعمل اللي هو عايزه. كان ده اللي بيتقال. تمام. والدنيا تلف والراجل يبقى ليه فلوس عند نادي الزمالك، يجي فترة الإعداد المفروض ده الكابتن وابن النادي وابن الكرة أسود. فاهم؟ والمفروض دوت اللي بيحتفل معانا أكتر منكو، والكلام اللي كان بيتقال ده كله. يجي يا باشا النهاردة، تمام، مش النهاردة بقى، الفترة اللي فاتت دي، يقول لك أنا مش نازل التمرين. يعني ايه يا عم مش نازل التمرين؟ هو لعب عيال؟ طب خلي الكلام ده شيكو بنزا وبزيرة اللي جاي لهم كمان شوية. لا، لا يا باشا، انا مش نازل التمرين غير لما تديني فلوسي. تمام؟ وده حقه بقى، الراجل فلوسه. طب ماشي يا عم. بعد كده اهو، هل عبد الله السعيد اللي هم دو كل الدعم وقف معاهم ولا وقف معاهم في الازمه ولا حاجه؟ النهارده عبد الله السعيد هو اللي بيطلب من نادي الزمالك فسخ التعاقد، بيقول لك احتمال كبير خلاص النادي، فاهم، هيقبل الطلب وهيمشي. فاهم؟ وهو اللي طلب يمشي. فاهم؟ يعني حتى هو دلوقتي كده لو مشي مش هيقدروا يتكلموا معاه. ليه؟ لان هو ليه فلوس. طب بعد ما يمشي يا عم خلاص، هو كاتبين ماشي بالتراضي عشان يرضوا الناس. خلاص انا يا عم ماشي بالتراضي، مع انه هو اصلا مرضاش اصلا ينزل التمرين بقاله مش عارف قد ايه. نازل ماشي بالتراضي، هيعمل ايه طب في الفلوس اللي ليهم عليه؟ يا الا فاهم اللي هي جدوله بقى والكلام ده ومش عارف ايه، زي ما كانوا بيقولوا للعيبه اللي قبل كده هوت، اللعيب هيمشي من دول مش بياخد فلوسه بيقوم رايح عامل ايه؟ مشتكي للفيفا. وده اللي عبد الله السعيد هيعمله. هيقولوا له يا باشا تعالى بس هنديك الفلوس وكل حاجه وفاهم ويمشي وهنجدولها لك والكلام ده كله. في الاخر خالص الراجل مش هيلاقي نفسه بياخد ولا جنيه، هيقوم رايح للفيفا احلى ايقاف قيد وهاتوا فلوسي. فلا في فرق، لا في فرق. انت لو مش حاسس بفرق، ما انت بقى يا باشا بقى عندك المشكله. فرق بين نادي ما خلاش اللاعب يساومه، ما خلاش اللاعب يا جدع ده. طب اقول لك على حاجه، زيزو اللي بيقولوا عليه جعان فضل معاهم لغايه اخر يوم وقدرهم لغايه اخر يوم. عبد الله السعيد عايز افسخ التعاقد، انا مش قاعد معاكم. ومع ان كانوا بيقولوا على زيزو الجعان وعبد الله السعيد العقليه، الراجل الناضج، الراجل مش عارف ايه، ما وقفش معاك، ما وقفش معاك يا صاحبي، ما وقفش معاك. فانت اتفرج بقى، اتفرج بقى على الفرق. النادي الاهلي اول لما حس يلا يا باشا اتكل على الله. رمضان صبحي لما كده يلا يا باشا اتكل على الله. حسام عاشور اتكل على الله. كله فاهم ليه؟ لان لو المشكله اتعلقت بالنادي واللاعب، لا انا اختار النادي بتاعي مش هختار اللاعب، مش هختار اللاعب. انت دلوقتي انت احساسك ايه كزملكاوي لما هو بيقول لك انا عايز افسخ التعاقد معاك، ممكن يلبسك في مشي بعد كل الدعم اللي انت اديته له ده؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، والنادي بيفضل. طب يا عم بلاش عبد الله السعيد، ها بلاش عبد الله السعيد، خش لي على بزيره. بزيره انت عارف عنه حاجه لغايه دلوقتي؟ عارف هو حي ولا ميت ولا بياكل ولا ما بياكلش ولا تعرف عنه حاجه؟ ما تعرفش عنه اي حاجه غير من الستوري اللي عمال ينزلها بس. اهو مش ده برضو اللاعب اللي هو في فاموس وبتاع مش عارف ايه؟ انا عايز امشي. فاهم يا عم؟ انت ما انت هو نادي الزمالك بقى هو اللي ليه اليد التقيله في موضوع بزيره، اللي هو ليه 3 سنين في عقده. تمام؟ لا مش راجع، مش هلعب ولا اترفع عليه غرامه ولا اترفع عليه اي حاجه.
كل اللي بيقعدوا يقولوا فاهم انت، يعني محدش اصلا على البيدج الرسمي عندهم قالك ده في عقوبة رسمية هتترفع على بزيرة لغيابه، ده في عقوبة رسمية هتترفع على عبد الله السعيد. بمزاجهم. اللعيبة هي اللي ماشية النادي، مش النادي هو اللي ماشي اللعيبة. اه والله العظيم. يعني انت تعرف حاجة عن بزيرة دلوقتي ولا اي حاجة؟ طب بلاش ده، خش لي على شيكو بنزا. شيكو بنزا ده بقى رايق، فاهمني اللي هو ايه؟ قالوا ايه يا حبيبي، حبيبي مش عارف ايه، خلصانه يا معلم هجيلك يوم السبت الجاي. تمام، يجي السبت الجاي، والله معلش كان عندي مشوار، هجيلك السبت اللي بعده. وكده بقى فاهم، يعني كده بقى فاهم. فين العقوبات؟ مفيش عقوبات. ليه؟ نادي سداح مداح. متزعلش مني، نادي سداح مداح. مفيش حد فيه قادر ياخد قرار. ايوه يا معلم، لما اللعيبه هي اللي ماشيه النادي يبقى ايوه مفيش حد فيهم قادر ياخد قرار بكل سهوله. ايوه يا عم، ولغايه دلوقتي مظبطين مع شيكوبنزا اللي هو هيجي يوم 15 اغسطس. فانت يا معلم يعني فاهم، اللعيبه مش راضيه تيجي المعسكر، ولا اللعيبه راضيه تيجي تتايد، وتتفاجئ بقى ان هم بقى يقعدوا بقى يضربوا لك ايه اي اشاعات بقى في النادي الاهلي. فاهم انت ليه؟ عشان يخبوا كوارثهم اللي عندهم. زي ايه؟ واحد طلع عم قال لك سفيان بكرار، فاهم؟ سفيان بكرار تمام. وما بيجيش معسكر النادي الاهلي، وعنده مشكله كبيره في عقده وبتاع ومش عارفه ايه. يا عم فين ده؟ هو بيلعب ماتش مع فريقه وجاي، فاهمني؟ هما كان ماتش عندهم مهم وجاي، فاهم؟ هيقعد لغايه الاخر وجاي. لا والله ده عنده مشكله كبيره، ومشكله كبيره في عقده ومش عارفه ايه، وخلق مشكله كده اهو. بعدها مش عارف بيوم او ساعتين النادي الاهلي قام منزل فاهم بيان على الصفحه، الراجل رايح معسكر اسباني عادي جدا، وما اسموش سفيان بكرار، اسمه منصف بكرار. يعني انت قلت اسمه غلط، بعد كده هو ضربت اي مشكله. لا يا عم، الراجل اسمه منصف بكرار وموجود في معسكر النادي الاهلي، والنادي الاهلي بعدها منزل اللي هو موجود في المعسكر. فانت عشان تداري على مشاكلك راح تضرب مشاكل في النادي الاهلي. يعني بص على مشاكلك، بص على عبد الله السعيد اللي من اول الموسم هو مش همه حد، يخرج يرزع ويخبط وبتاع، ولا حد قادر يكلمه، ولا حد قادر يكلمه. بص على بزيرو اللي مش معتبرك موجود ويقول لك انا مش جاي، يا تبيعني يا مش لاعب. بص على ادارتك اللي اديته وعد وما وفتش بيه، قالت له لو جبت عرض كبير هتمشي. الراجل جاب لهم اكبر عرض في تاريخ نادي الزمالك للاعب وما رضوش يمشوه. اتفرج على شيكو بنزا، شيكو بنزا اتفرج عليه، هو بيقول لك هاجي وبيطنشك، فاهم؟ اللي هو كأنك بتكلم صاحبك حاضر نازل لك ومش بتنزل. يا معلم يا معلم، ده كده نادي؟ ده يا باشا اللعيبه هي اللي ماشيه النادي. عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، يوم ما بتحصل يا بيقوم مرزوع اكبر غرامه، فاهمني؟ يا بيمشي. اهو قدامك مثال عبد الله السعيد، يوم ما اتنك علينا هتاف النادي الاهلي، احمد يا فتحي يمشي، خد عبد الله ويمشي. والنادي الاهلي على الصفحه الرسميه احلى بيان واحلى بوست، يعني النادي الاهلي بيعرض عبد الله السعيد للاعاره والبيع، خلاص انا مش عايزك معايا في النادي. رمضان صبحي يلا اتكل على الله. مش بتقف. مشكلة امام بتاعة السفر، يوم بس ما سافرش فيه اكبر غرامة في تاريخ النادي، ووقف اسبوعين، فاهم؟ والجمهور الاهلي اصلا في ناس منهم عايزاه يمشي دلوقتي خلاص، فاهم ان احنا مش عايزينه. طب هل لو مشي هيضر بالاهلي؟ بالعكس، هناخد فيه 7 ولا 6 مليون زي وسام، وهنستفاد منه فلوس. طب لو فضل في الملعب هيفيدني، لان هو اصلا جامد، كلنا عارفين كده. في فرق كبير، في فرق كبير بين نادي كبير ونادي معلش يعني متواضع. عادي جدا، عادي جدا، لاعب بيجيبه ويوديه. ايوه ما تزعلش مني، لو انت زملكاوي اخويا ما تزعلش مني، لاعب بيجيبك ويوديك يا معلم. ايوه يا عم، انت عارف تاخد قرار مع عبد الله السعيد؟ في غرامه 2 جنيه ونص اتعرضت على عبد الله السعيد، في غرامه 2 جنيه وربع اتعرضت على شيكو بنزا، في 2 جنيه غرامه اتعرضوا على بزرة. مفيش. ليه؟ مش هتقدر تاخد قدامهم قرار. لا، اللعيبه ممشيه النادي، متزعلش مني كده. ايوه يا عم اللعيبه ممشيه النادي، واداره معلش يعني اداره فاشله، متزعلش مني، اداره فاشله. لما لعيبه شباب تطلع كل يوم يطلع لاعب يقول لك سابوني قبل مش عارفه قيد ولا ايه، وسابوني ان هم فاهم يعني مش محتاجين خدماتي بعد 14 سنه، وطريقتهم معاهم مش احسن حاجه وبيمشوهم. لا يا معلم، لا يا معلم، في فرق كبير. والحمد لله ان انا بشجع النادي ده، اكبر نادي فاهم يعني في عناية في العالم. الحمد لله لما بيحصل مشكلة لا بياخد موقف. ايوه يا عم، كلها بتحصل فيها مشاكل،
فاهم؟ النادي الاهلي يعني فاهم مش ملاك يعني، فاهم؟ ولا الناس اللي فيه ملاك مش هيحصل مشاكل؟ لا يا عم، بيحصل مشاكل، بيحصل مشاكل طبيعي جدا. بس بيعمل ايه؟ بياخد موقف لصالح النادي، مش لمصلحته، او اللي هو اصلا مش عارف ياخد اصلا قرار. النادي الاهلي كبير الحمد لله. كل مادة كل فترة بيظهر لي كده اهوت النادي الاهلي نادي كبير، نادي صاحب مواقف. ايوه نادي صاحب مواقف. لما عبد الله السعيد عمل اللقطة ديت معانا، يلا اتنطر بره، سبحان الله الدنيا لفت. وهو دلوقتي بيتحكم في النادي المنافس اللي هو اصلا كان بينزل لك ايه عبد الله السعيد وبقى عندنا وحبيبنا ومش حبيبنا. النهارده اهو يقول لك انا عايز امشي، انا هفسخ التعاقد، اللي عندك اعمله. السلام عليكم.